مصرية عايشة في أمريكا ومتجوزة من أمريكي، وعايشين حياة واضح من صورهم وحتى من شهادات الجيران إنها حياة سعيدة. لكن في يوم وهي في الجيم الساعة 11 الصبح بيجي لها مكالمة من الشرطة بتطلب منها إنها ترجع البيت بأقصى سرعة. تخيلوا معايا مفاجأتها لما بتوصل البيت وتلاقي عربيات شرطة كتير حوالين المكان، والبيت متحوط بشريط أصفر زي أي مسرح جريمة. وقتها الشرطة بيبلغوها إن في مجرم دخل البيت وضرب مايكل جوزها بالنار. اتصدمت طبعا وانهارت من اللي حصل، ولما سألوها هل بتتهم حد قالت إن جوزها للأسف كان ليه أعداء كتير. لحد هنا تبان قصة حزينة لكن التفاصيل اللي هتكشفها التحقيقات تخليها فعلا قضية غريبة شوية. داليا محمد أمريكية من أصول مصرية، اتعرفت على مايكل دوبليتو سنة 2008 لما كانت نقلت لفلوريدا بعد ما عاشت معظم حياتها في نيويورك. داليا اتولدت لأب مصري وأم من بيرو، وتعرفت على مايكل وهي في العشرينات من عمرها. الحقيقة إن مايكل كان ليه تاريخ إجرامي شوية، وكان لسه طالع من السجن بعد حكم بقضية نصب. كان متجوز بالفعل وقتها من واحدة تانية، لكن بعد قصة حب سريعة طلق مراته الأولى واتجوز داليا في فبراير 2009. كان بيثق فيها لدرجة إنه كتب لها البيت باسمها، وقال لها كمان على حسابه البنكي اللي كان فيه حوالي 300,000 دولار. وقتها ما كانش فيه ما بينهم أي مشاكل تذكر، بس بعد جوازهم بكام شهر مايكل بيتفاجئ بالشرطة بتخبط على البيت بسبب بلاغ إنه بيتاجر في المخدرات. لكن بعد ما فتشوا البيت ما لقوش حاجة، وبعد الواقعة دي بأيام الشرطة بتوقف مايكل في عربيته وبيفتشوها بسبب بلاغ تاني لنفس السبب، وبرضه ما بيلاقوش حاجة. ولما حكى لمراته قالت له إن ده أكيد حد له علاقة بقضية النصب القديمة. وفي 5 أغسطس 2009 بعد شهرين من الواقعة دي داليا بتخرج من بيتها الصبح وتروح الجيم زي روتين يومها العادي، لكن الساعة 11 بيجي لها مكالمة من الشرطة وبيطلبوا منها إنها ترجع البيت حالا. ولما وصلت بلغوها إن مايكل جوزها اتقتل. ولما طلبت تدخل تشوفه لآخر مرة رفضوا لسببين: أولا لصعوبة المشهد، ثانيا لأن الفحص الجنائي كان لسه شغال. وبعدها خدوها معاهم القسم لغرفة التحقيقات، وهناك سألوها مرة تانية هل بتتهم حد معين، وإجابتها كانت هي إن مايكل كان ليه أعداء كتير. وبعد شوية ضابط الشرطة دخل واحد غرفة التحقيقات وقال لها إن ده واحد من المشتبه فيهم، الجيران شافوه بيحوم حوالين البيت. وسألها هل تقدر تتعرف عليه؟ هي أنكرت تماما وقالت إنها ما شافتوش في حياتها ولا مرة قبل كده، لكنها بتتفاجئ إن الراجل ده بيتهمها إن هي اللي حرضته على قتل جوزها، وكمان دفعت له فلوس عشان يخلصها منه. طبعا داليا أنكرت كل حاجة واتهمته بالكذب. وهنا بتحصل مفاجأة ما كانش حد يتوقعها. باب أوضة التحقيقات بيفتح وبيدخل مايكل، وبتتفاجئ داليا إن مايكل جوزها اللي المفروض إنه اتقتل كان لسه عايش. ولما بتحاول تتكلم معاه بيوجه لها اتهام رسمي بمحاولة القتل طمعا في الفلوس والبيت، وده لأن القانون الأمريكي وقتها بيدي الحق للزوجة في إنها تورث كل ممتلكات الزوج في حالة وفاته. داليا بدأت خطتها قبل محاولة القتل بشهور. التحقيقات كشفت إنها كانت المسؤولة عن البلاغات اللي بتتهم مايكل بتجارة المخدرات، وده عشان توهم الشرطة إنه ليه أعداء كتير. تاني خطوة في خطتها إنها اتصلت بصديق قديم ليها مصري كان عايش في أمريكا، وقالت له إن عيشتها مع مايكل بقت مستحيلة وإنه بيسيء معاملتها جدا، وقالت له كمان إنه عنده حساب كبير جدا في البنك، وطلبت منه يساعدها في محاولة قتله. وقالت له إن بعد حاجة زي كده هيبقى معاها فلوس كتير تقدر هي وهو يعيشوا مع بعض ويبدأوا حياة جديدة. لما سمع الكلام ده رفض تماما أول مرة، لكنها بعدها بيومين اتصلت بيه تاني وقالت له إنها هتحاول تقتله بنفسها لو ما ساعدهاش، وهنا طلب منها تديله مهلة يومين يفكر. وفعلا بعدها بيومين صديقها كلمها وقال لها على فكرة إنهم يتفقوا مع قاتل مأجور عشان يبعدوا عنهم الشبهات. والخطوة الثالثة والأخيرة في خطتها إنها تقابل القاتل المأجور وتحكي له على تفاصيل حياة مايكل عشان يقدر ينفذ الخطة من غير ما أي حد يشك فيهم. وفعلا قابلته في عربيته وحكت له كل التفاصيل اللي كان محتاج يعرفها. اللي داليا ما كانتش تعرفه إن القاتل المأجور ده كان ضابط شرطة متخفي، وده لأن صديقها ما كانش مجرم ولا كان طمعان في فلوس مش بتاعته. ولما لقاها مصرة على خطتها راح بلغ الشرطة، والشرطة وقتها بالاتفاق مع برنامج كابس، وبرنامج كابس ده كان برنامج وثائقي بيسجل حياة ضباط الشرطة، وجزء منه كان تصوير الطرق اللي بيحلوا بيها الجرائم. وبدأوا بالفعل بتصوير وتسجيل اللقاء اللي حصل ما بينها وما بين القاتل المأجور اللي هو أصلا ضابط. وفي اللقاء ده طلب منها $1000 قبل التنفيذ و$5000 بعد التنفيذ، وقبل ميعاد التنفيذ كلمها وقال لها على الميعاد، وده اللي خلاها تنزل من بيتها بدري وتروح الجيم. الشرطة يومها راحت على بيت مايكل اللي كان فاكر انهم جايين يفتشوا البيت بتهمة الاتجار في المخدرات زي البلاغات اللي فاتت، لكنهم قالوا له الحقيقة
قالوا له انت النهارده هتتعرض لجريمة قتل بتخطيط من مراتك. مايكل اتصدم جدا ساعتها لانه كان بيحب داليا فعلا، لكنه وافق على الخطة اللي الشرطة حطتها لما شاف التسجيلات اللي بتدينها. والخطة كانت انهم يعملوا مسرح جريمة مزيف في البيت ويفضلوا يجاروها في قصتها لحد ما ياخدوها على اسم الشرطة. وهناك بعد ما واجهوها بمايكل جوزها اللي اتهمها رسميا بمحاولة القتل، اتحكمت أول مرة في 2011 وخدت بالفعل 20 سنة سجن. ولكن بسبب خطأ في الإجراءات المحاكمة اتعادت تاني في 2016. وقتها هيئة المحلفين ما قدروش يحسموا قرارهم والمحاكمة اتأجلت ل 2017. وفي 2017 اتحكم عليها ب 16 سنة سجن بتقضيهم في سجن لويال في فلوريدا، وبتشوف ابنها الصغير اللي اتولد وهي تحت الإقامة الجبرية بين المحاكمتين. أثناء التحقيقات وفي المحاكمة محامين داليا أنكروا التهم تماما وقالوا إنها بريئة، وقالوا إن برنامج كابس بالتعاون مع الشرطة فبركوا الأدلة عشان يعملوا برنامج يخدم نظام ما يهموش غير الدعاية لنفسه، وإن داليا مجرد ضحية بس كده. ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.